وجبت لعيبه. يعني بص انت يعني هات ناس عارفه اسماء اللعيبه وبتفهم كوره بس مش متابعه ماتشات ومش عارفه نتائج. برافو عليك. قول له ده السكواد بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بفلان وعلان وده قائمه النادي الاهلي. كسب كل حاجه، ده كسب كل حاجه من قبل ما نبتدي. واحنا قلنا الكلام دوت رغم ان احنا ما يصحش ان احنا عارفين ان الكوره فيها كل حاجه وي بس انت من الاسماء قلت لا خلاص بقى بس الكوره مش اسماء. حط هي امكانيات. انت هي اسماء احنا عارفينها وعارفين امكانياتها. فكون ان الناس دي تتجمع وتبقى موجوده لو كل واحد طلع امكانياته هتشوف حاجه تانية خالص. انما مفيش حد يعني مفيش حد بيلعب. النهارده امام عاشور بينزل، حاسس ان امام عايز ينزل خالص مش امام بس. كل الناس وانا اتفق معاك بنسبه 100%. انا والله بجد هضم صوتي لصوتك. انا اللي صعبان عليا تريزيجيه الوحيد اللي في الملعب يا ابراهيم اللي تحس ان هو عايز دوري بيحاول عليه مآخذ برضه. تريزيجيه في مواقف كتير وي بس انا بقول لك اللي من جوه الغيره والغل تحس ان هو الوحيد. الباقي مش فارق معاه. يا جماعه لازم نبص في مرايه ونشوف احنا عملنا ايه، ونشوف الناس اللي مروحه بيتها ديت شكلها عامل ازاي، والناس اللي بتتفرج الاهلاويه في التلفزيونات